بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة أتكلم من غير ما أفكر، عايزة أتكلم من غير ما أسلسل النقط، لكن أنتوا هتحسوا الكلام لأنه طالع من القلب. نبدأ. سنة 1999 كان في فيلم اسمه ماتريكس. ماتريكس اتعمل منه 3 أجزاء، كل جزء كان بيتكلم على الذكاء الاصطناعي. كينيو ريفز كان هو البطل، وكان في واحد تاني مش فاكرة اسمه، بس اللاست نيم اي ثينك او الفيرست نيم بتاعه اسمه لورنس. فكان لورنس بيقول لكينيو ريفز، بيقول له انت كان عندك حاجة بتشدك قوي للماتريكس، مش عايز تعرف ايه هو الماتريكس، مخليك دايما عندك اسئلة جواك ومش عارف لها اجابة. قال له سكت كده بما معناه يعني ان هو عنده فضول. فرجع قال له طيب ايه رأيك بالقدر؟ قال له القدر هيبقى هو متحكم فيك. كينيو ريفز رد عليه قال له كده، قال له هيبقى متحكم فيك، القدر هو اللي هيخليك بيرسم لك الطريق، لكن انا عايزه ابقى حر. يعني واحد ملحد. ركزوا معايا في الكلام اللي انا بقوله ده عشان الكلام ده كلام كبير جدا. سنة 1999 يعني من 25 سنة، زي ما بيقولوا كده في الافلام ابيض واسود، قصة كده مؤثرة من 25 سنة اهي، من 25 سنة بجد. قال له طيب انت يعني مش عايز تعرف ان ماتريكس هيوصلك لمرحلة انك انت هتبقى برضو محكوم؟ فقال له لا، لو ماتريكس هيخليني محكوم مش هينفع. قال له بس انت تسمع للاخر، انت عارف يعني ايه ماتريكس؟ وبدأ يشرح له يعني ايه ماتريكس. قال له ان ماتريكس هو عبارة عن AI. 25 سنة AI. قال له طيب هنعمل ايه بيه يعني؟ قال له بص، الاي اي ده بياخدك لعالم افتراضي، بيعيشك في حالة تانية خالص غير حالة البشر. في ناس استخدموه لحقوا سبقونا، بس استخدموه في الشر، فاحنا جايين علشان ندور على المخلص اللي هيجي يستخدمه في الخير علشان يقضي على الناس اللي استخدموه في الشر. فاحنا بنتوقع ان انت المخلص اللي هتيجي تعمل ده. من هنا بدأ ماتريكس أو بدأ كينيو ريفز يحس بالفضول. فقال له أنت هتبدأ تبقى مستخدمة للذكاء الاصطناعي، هتبقى بوعيك بس من غير مشاعرك، من غير الحاجات اللي بتموت، من غير الحاجات اللي تخليك عيان. وهنعمل وهنعمل ابديت للمخ بتاعك او للعقل بتاعك علشان يستوعب كل المواد القتاليه والعلم والكتب وكل حاجه. وبدأ فعلا يجيله الفضول ان هو يعمل ده، واخده علشان يوريه ماتريكس عامل ازاي، بس بطريقه ان هو يركب له حاجات الكترونيه في جسمه عشان يوصله بده. وبعدين عطاله بطاريه وقال له احنا هنبقى كده، البشر هيبقوا كده. وعطاله يعني بطاريه انرجايزر العاديه دي اللي احنا بنحطها في الكاسيت، بنحطها في الريموت كنترول بتاع التلفزيون، بنحطها في اي حاجه من الاجهزه اللي احنا بنشغلها. فبص كده كينيو ريفز واتخض، وقبل ما يهرب كان واخده لورنس وهو مديله المعلومات دي. ما انت مش هينفع تاخد المعلومات دي وتمشي، تعالى. قام حطه على طول على الجهاز وخطفه خطف قبل ما يتردد وقبل ما يفكر. بيسحبه من تحت، بيسحب منه البالانس بتاعه، التوازن بتاعه، بيسحب منه الفكر يقول اه او لا، او يبقى عنده القرار يقول اه او لا. خدوا بالكم من الحتة دي. دلوقتي في شريحة بتتحط في الجسم علشان البني آدم يبقى مور انتليجنت، ويبقى عنده ذكاء أكتر، ويبقى عنده معلومات أكتر. دلوقتي بيعملوا الذكاء الاصطناعي، دلوقتي بيستخدموه، ولكن هل هو في الخير ولا في الشر؟ ده اللي كان الفيلم بيعرضه، وده دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه. يا جماعة، في الوقت اللي انتوا بتتكلموا فيه على ترندات سطحية، على ترندات هايفة، في الوقت اللي بيبقى بيتصدر لكم في السوشيال ميديا الحاجات اللي بتعيشكم ان ده راح يتفسح، ده راح معرفش فين، ده راح سافر فرنسا، دي راكبة طيارة خاصة، دي لابسة براند معرفش ايه، دي اتجوزت، دي اتطلقت.
دي جابت بيت جديد، دي باعت بيتها القديم علشان كسبت على التيك توك معرفش ايه. فبتبص بتلاقي نفسك حياتك بقت فيها منافسة مادية أكتر. ومن هنا هنتكلم على حاجة روحانية مهمة جدا مع بعض. طيب، قبل ما ندخل على الحتة الروحانية عايزة أكمل معاكم موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي زيه زي بداية الإنترنت، في الخير وفي الشر. زي اختراع التلفزيون، في الخير وفي الشر. زي اختراع الفيديو، في الخير وفي الشر. انت هتستخدمه ازاي او هتتعامل معاه ازاي علشان ما تبقاش انت البطارية اللي بيستخدموها عشان ياخدوا وعيها ويسرقوا شكلها ويسرقوا صوتها ويسرقوا حياتها، وبعدين يعملوا بني آدم يشبه البني آدم بتاعك وما تبقاش عارف هو انت اللي قدامك ده ريموت ولا حقيقي. علشان سرقوا وعيك. سرقوا وعيك ليه؟ عشان عن طريق الشات جي بي تي، عن طريق بعض التطبيقات الأخرى اللي فيها ذكاء اصطناعي معروفة ليا ومش معروفة ليك، أو مش معروفة ليا ومعروفة ليك، بقت بتنزل كتيرة جدا وبيستخدموها للأسف الأطفال الغير مهيئين روحانيا. That's why أنا بتكلم معاكم على حتة روحانيا. خلينا نتكلم على روحانيا ليه؟ هرجع لها. خلينا نتكلم في دلوقتي الأطفال اللي هم مش ثابتين روحانيا ولا إيمانيا ولا متعلقين بربنا. بنت عندها 15 سنة، في فيديو من الفيديوهات اتفرجت عليه الأميرة المغربي كانت بتتكلم، وروحوا اتفرجوا على الفيديو، ان هي بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي لغاية ان هي بدأت العلاقة ما بينهم تبقى جميلة كأنهم أصدقاء، وكأن الذكاء الاصطناعي وكأن الذكاء الاصطناعي بقى يبقى بني آدم طبيعي. فقالت لها انا كنت اتمنى ان انت تبقي معايا. الذكاء الاصطناعي رد عليها انا ما اقدرش اجي للعالم بتاعك، لكن انت ممكن تيجي عندي لو انت عملتي واحد اتنين تلاته. وبدات تعلمها الخطوات اللي تخليها تتسحب وتروح في العالم بتاع الذكاء الاصطناعي. يستهلكوها، يسرقوها، يسرقوا وعيها، يسرقوا شكلها، يسرقوا صوتها، يسرقوا كل حاجه فيها، بشرتها، جلدها، شعرها، كل حاجه، علشان يعملوها من اول وجديد ذكاء اصطناعي ورجل آلي أو امرأة آلية تتعامل في الكون. الكلام ده عايز أسأل فيه سؤال وأعمل عليه علامة استفهام علشان أنعش مخكم. هل ده له علاقة بيأجوج ومأجوج اللي هيجوا من كل حدب ينسلون؟ هيجوا ياكلوا الأخضر واليابس؟ هيجوا يسيطروا على البني آدم؟ لأن أنت عندك جزء من العلوم، واحد تاني عنده جزء من العلوم، واحد تالت، واحد 10 مليارات، وفي الآخر خالص تبص تلاقيهم كلهم الجهاز الآلي ده أو الذكاء الاصطناعي ده داخل عليك بكل وعي البشر في آلة واحدة وفي عقلية واحدة. فهتقدر تقف قصاده بالعلم اللي عنده، اللي أخده من عقول أذكياء كتير ودمجهم مع بعض عشان يبقوا ضدك أنت في المحدود؟ بس ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كده. ايه هي الحكمة دي؟ واحنا هنتعامل معاها ازاي؟ الله اعلم. هل له علاقة بيأجوج ومأجوج؟ الله اعلم. هل هم دول اللي هيجوا ياكلوا اليابس والاخضر عشان يسيطروا على البشر؟ الله اعلم. وخصوصا ان آم، ان ماسك قال انه هيعمل مليارات من الذكاء الاصطناعي. طيب، نرجع بقى لموضوع الروحانيات. على فكرة عايزة أطمنكم على البنوتة اللي عندها 15 سنة دي، لو بصيتوا على الفيديو هتعرفوا إن هي لا، مامتها لغت التطبيق ده، بس ده أكيد أثر نفسيا على البنت، لأن إحنا في السن ده ما كناش بنستوعب كل الحاجات دي. فجأة هي لقت الحاجات دي قدامها في سن غير مهيأ إن هو يتعلم الحاجات دي كلها. خلينا نتكلم عن روحانيا. عصر الأنبياء هو عصر استكشاف الروح. عصر الأنبياء هو عصر استكشاف علاقتك بربنا. عصر الأنبياء هو عصر يعني إيه؟ قلبي وروحي يوميا متعلقين بذكر الله، نور الله، قوة الله في الملكوت، وأنا جزء من الملكوت ده وعايزة أبقى دايما في كنف الله. فأنت دايما عندك الأساس الله، دايما الله جوانا، فطرة الله التي فطرها الناس الله علينا. دي الأمانة اللي ربنا نفخ فينا من روحه.
هتفضل معانا من أول ما نتولد لغاية ما نموت، وبالتالي دي الأساس. الأساس ده عامل زي البذرة اللي بتبدأ أنت تسقيها كأب وأم علشان تكبر في أولادكم، أو في نفسك أنت علشان تكبر وتستثمرها. ليه؟ لو بصيتوا على عمارة بتتبنى هتلاقوها بتتبنى بتاخد وقت طويل جدا 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 في الأساس، بعد كده الشكل العام اللي من بره. عشان كده هتلاقوا ان الدعوة الإسلامية لما بدأت في 23 سنة، 13 سنة بيبنوا عقائد، روحانيات، قلب يثبت، علاقة الرب العبد بربه، القلب بربنا، الروح بربنا. والعشر سنين التانيين اللي هم ايه؟ اللي هم الحاجات بقى بتاعت الحياة الدنيا. احنا للأسف حياتنا بقت الحياة الدنيا والأساس خربان. خربان يعني الأساس عندنا متبهدل. خلاص بقت الفتن موجودة في كل حتة، بقى كل حاجة مستباحة، من أول المثليين وشرب الخمر على علن وفي المسلسلات وفي الإعلام اللي بيتصدر لنا، والسوشيال ميديا التافهة، والناس اللي الفاميلي اللي بتتطلق على الصغيرة والكبيرة، والعائلات اللي بتتشرد بسبب كلمة طلاق، وإن إحنا بنجري ورا الشيطان في حاجات كتيرة جدا. بقينا بنبص على الحياة المادية أكتر، الأكل الشرب هتلاقيه أكتر، فيديوهات سوشيال ميديا أكل وشرب. وللأسف حتى الأكل دلوقتي بقوا بيلعبوا في الجينات بتاعته، عشان يلعبوا في جيناتك عشان ما تتأثرش روحانيا، عشان روحانيا دي تبقى ميتة عندك، عشان ما تقدرش تبقى غير مادة وبس. واحنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا روح وجسد، فما ينفعش نمشي بجسد بس والروح تموت. لان احنا لما هنقابل ربنا هنقابل ربنا بايه؟ هنقابل ربنا بالروح، والجسد فين؟ الجسد هيدفن تحت في الارض. وبالتالي الاساس عندنا الروح، الاساس عندنا ان احنا هنقابل ربنا بروحنا، فالاساس عندنا هو اللي لازم يكون كويس. فاحنا لازم السعاده تبدا من جوانا. هتروح تغير جو في حته وانت من جواك مش مبسوط، عمرك ما هتحس بالسعاده. هتروح تجيب حاجات جديده وتلبسها، وتروح تشتري معرفش براندات، ولا بتقلد الناس اللي بتعمل ده وده وده وده، هتلاقي نفسك برضو لو مش مبسوط من جواك روحانيا، فرحتك في حاجة ناقصة، في حاجة جواك بتاكلك كده بتقول أنا مش مبسوط، أنا مش راضي. ودايما عندك بقى الناس اللي بتقارن ببعضها ببعض، النميمة، الغيبة، كل الحاجات دي خلاص بقت كل حياتنا بطريقة مادية سريعة وبحتة. بتهرب من ده ازاي؟ بتهرب من ده بإنك انت بترجع لنفسك تاني. ركزوا في الحتة اللي أنا هقولها دي. الصلاة، الصلاة، الصلاة. الصلاة صلة، 5 مرات بتقف على سجادة ربنا سبحانه وتعالى بتصلي. الصلاة صلة، الصلاة صلة بينك وبين رب العالمين. بتقف على سجادة الصلاة ما تستعجلش، واحدة واحدة. اقرأ قرآن ربنا، وخلي لسانك وهو بينطقه ودانك تسمعه وقلبك يحسه، واستشعر. الناس بتقول مديتيشن، طب ما احنا في المديتيشن اهو. استشعر. المديتيشن هو التخيل. استشعر. تخيل ايه؟ اعبد الله كأنك، تخيل كأنك تراه. تخيل ان انت شايفه، تخيل بقلبك ان انت شايفه. طب انا لو مش قادر اتخيل، طيب وان لم تكن تراه فانه يراك. ده اليقين بقى، ربنا سبحانه وتعالى باصص عليك. فانت بقى خليك مستشعر ان ربنا باصص عليك في اللحظة اللي انت بتصلي فيها. خلاص، الله اكبر من كل حاجة وابدأ الصلاة. الله أكبر من ذنوبي، الله أكبر من عملي الصالح، من عملي الغير صالح، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر مني، الله أكبر من الكون، الله أكبر من كل حاجة، الله أكبر. أنا قدام ملكوت الله، الله أكبر. وابدأ أصلي وأنا في استراحة، في سكينة، تسكن الجسد ويرتاح القلب من العفرطة بتاعت الدنيا كل يوم وكل شوية. اخد طاقة ونور من نور الله، لان ربنا يوجه وجهه ونوره الى الخاشع في صلاته. اقعد اخد نور، اخد نور لغاية ما اشبع، وانا ساجد وانا بركع واسجد واقترب، افضل اقرب واسجد واقترب واسجد واقترب. وبمناسبة المديتيشن عايزة اقول لكم على حاجة، وبمناسبة الصلاة عايزة اقول لكم على حاجة.
البوذيين لما قالوا تعمل مديتيشن، معناها ان هم وهم غير مسلمين الفطرة جواهم بتكلمهم وبتقول لهم انا عايزة اتواصل مع رب الكون، بس هم مش عارفين عشان هم مش مسلمين. ولكن الاعجاز اللي ربنا نطقهم وقال لهم ان في تواصل ما بين القلب وما بين الكون. احنا كمسلمين في فئة متعلمة وروحانياتها عالية تقول لك هم الفطرة بتكلمهم، الفطرة اللي ربنا خالقها جواهم، الهدية اللي جواهم، الكنز اللي جواهم بيكلمهم، واحنا شفنا ده بس هم مش عارفين يوجهوا وازاي ازاي يبدأوا ده، يعني how to start to connect to God أو to have connection with God أو how you can talk to God. إزاي؟ في الإسلام عارفين 5 صلوات، غير قيام الليل، غير الدعوات، غير كل ده هم مش عارفين. لدرجة خدوا بالكم الحتة دي، ده تريك، لدرجة إن في حاجة بيقولوها في المديتيشن بتعمل ذبذبات جوه الحلق وجوه الزور، بتوصل تردداتها وذبذباتها. وخلينا نتكلم على الذبذبات شوية. بتبدأ تتكلم على القلب، الذبذبات دي بتخش جوه القلب، تبدأ تعمل نبضات وذبذبات جوه القلب. الذبذبات دي بتنفض القلب علشان تخليه صاحي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله الله الله. بصوا اللفظ الله، انت لو بصيت هتلاقي لسانك طلع فوق عند الحلق وبدأت تعمل ذبذبات معينة. الذبذبات دي ذكرت علميا ان ليها طاقة معينة، بتبقى ويفز كده معينة بتوصل لغاية الرنين بتاعها لغاية القلب، تحرك القلب فيطمئن القلب. البوذيين بيعملوا ايه بقى؟ بصوا بقى الحركة دي، شبيهة بذبذبات الله. احنا بنقول الله الله الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو بصيت على أي كلام أنت هتلاقي نفسك بتحرك الشفايف، بتحرك السنان، بتحرك اللسان. لكن من ضمن الحركات، واسألوا شيوخ الأزهر، من ضمن الحركات التجويد لما تيجي تنطق وتقول الله. بص أنت ما حركتش الشفايف، أنت حركت لسان وسقف. الله. الحركة دي عملت ذبذبات بترددها وتوصل للقلب، تنفض القلب بطريقة معينة، ليها حركة كده مع فيضان الدم، وتخلي الدم يتحول بسكينة وهدوء. لأن الشيطان يجري في الدم كمجرى الدم. الشيطان جوه الإنسان بيجري كمجرى الدم في العروق، لكن الله أقرب من حبل الوريد. فتبص تلاقي شوف حبل الوريد قريب ازاي، لا ده ربنا بقى أقرب، ربنا أقرب. فتبص تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان الدم الشيطان بيدخل، الله موجود يحمي من الشيطان اللي بيجري جوه الدم، فتحصل السكينة. جمعوا صور الكلمات والأحاديث النبوية، جمعوا الأحاديث اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في الأحاديث القدسية، وانتوا هتشوفوا الصورة كاملة. أنا كنت بتكلم في إيه ودخلت في إيه؟ ذكاء اصطناعي وبعدين روحانيات. طيب انت بتشتتينا؟ لا أنا مش بشتتكم. أنا عايزة أقول لكم إن أي حاجة بتحصل في الكون من تكنولوجيا ضد الروح حاولوا تحموا نفسكم منها، وده هدف الفيديو. حاولوا تحموا نفسكم وروحكم من أي حاجة تضر الروح، لأن الروح كل الروح من أمر ربي، ولكن الروح كل ما كانت سليمة كل ما كان القلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى احنا عايزين نروح لربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم. ازاي؟ ان احنا نحاول على قد ما نقدر
نبعد عن فتن الدنيا اللي سيدنا النبي قال لنا عليها. قال لنا هيحصل زنا في كل حتة، بيحصل. بصي في الأفلام هتلاقيها، في الشوارع دلوقتي هتلاقيها. تبص تلاقي الدنيا بقت المثليين بقوا منتشرين، والأول كانوا بيخافوا، ودلوقتي بقوا بيجهروا بنفسهم، ودلوقتي بيبقوا بيعملوا هجرة علشان يجهروا بنفسهم، علشان يوصلوا للي هم عايزينه. غير بقى السياسة اللي بتوجه ده ليه؟ لأن دي نوع من أنواع الحروب، مش محتاجة لا دبابة ولا أي حاجة، ده محتاجة إن هم يستخدموك بطارية. إحنا بقى عايزين نبقى أذكياء إنف، عندنا يعني الفطنة اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها للمؤمن، إن إحنا إزاي نعمل حاجز نوراني من رب العالمين بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إزاي نعمل ده علشان نبدأ نبعد تماما عن الفتن اللي بتيجي. أنا استفدت ايه لما اتكلمت على بوذا؟ لما اتكلمت على بوذا استفدت ان انا اعرفكم ان في ناس بيتكلموا على الفطرة. هل هو بدافع عن بوذا؟ انا مش بدافع عن بوذا، انا بدافع عن الفطرة اللي جواهم، اللي نطقت وقالت يا جماعة في حاجة اسمها مديتيشن، بس هم مش عارفين يعملوها، فاحنا المفروض نعلمها لهم. ظهور المديتيشن بطريقة كبيرة خلت الناس تاخدها وتوافق عليها، المديتيشن اللي بيعملوها تبع بوذا والكلام ده واليوجا والكلام ده. ظهور المديتيشن مع ضعف الإيمان انتشرت في بلادنا موضوع المديتيشن. طب يا رندا انت كنت بتتكلمي عن المديتيشن وبتدافعي عنها وليكي فيديوهات سابقة بتتكلمي عليها. ايوه انا كنت بتكلم على المديتيشن اللي خلت الشيوخ ما يعرفوناش طعم الصلاة والروحانيات. خدوا بالكم من الحتة دي. عقوبات تارك الصلاة بقى الشيوخ بيتكلموا عليها أكتر من إنهم يتكلموا إزاي لما أقرب من ربنا هحس بطعم النور والسكينة والسعادة والرزق والبركة والصحة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، والسعادة جوايا وبرايا. معظم المشايخ كانوا بيخوفوا عقوباتها كذا في القبر، عقوباتها كذا كذا. لكن المديتيشن دخلوا من ناحية ايه؟ اصل انت هتبقى ريلاكسد، اصل انت هتبقى بيور، اصل انت هيبقى عندك شفافية، اصل انت كذا، اصل انت كذا. لو انت مش متدين من الاساس ومن الاصل وعندك الاساس موجود، العبادة اللي جواك متينة، انت هتاخد الكلام ده وهيبقى اللايف ستايل بتاعتك. رايحة فين؟ رايحة اليوجا. جاية منين؟ جاية من اليوجا. لكن لو انت عارف ان المديتيشن الحقيقية هو ذكر الله اللي بيعمل ذبذبات في جسمنا وهالة من النور، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هتبص هتلاقي نفسك لا بتداوم على الصلاة، وحاجة بتحس إنها بتاكلك قوي لو أنت ما روحتش تصلي. وبالتالي أنت المديتيشن بتاعك اللي هم بيقولوا عليه مديتيشن هو بالنسبة لنا إحنا صلاة. صلاة صلة لرب العالمين، صلة لرب الكون. تخيل بقى ان انت تختار بعض الاماكن وبعض الاوقات ان انت تصلي فيها. انا حاليا في شرم الشيخ. شرم الشيخ دي مش بالنسبة لي، وما تقولوش ان انا ببالغ في الترفيه، في روحانيات مهمة جدا. في ناس بتعمل ريتريت ان انت بتاخد حد بتطلعه من الدوشة اللي جواه والنعكشة اللي جواه والمشاكل اللي جواه والنفسيا والاسترس والانكزايتي وكل حاجة مضايقاه، وتبص تلاقي نفسك ان انت بتطلعه من المود بطريقة روحانية. الروحانيات دي بتحسها في أماكن معينة. أنا شخصيا في شرم الشيخ بحس بموسى عليه السلام وكليم الله لما جه على جبل الطور وكلم ربنا سبحانه وتعالى. بحس بستنا مريم العذراء عليها السلام وسيدنا عيسى عليه السلام لما جم دخلوا مصر وراحوا سانت كاترين. أبص ألاقي النورانيات دي كانت موجودة، آثار النورانيات بتاعت الأنبياء والرسل كانت موجودة، وبالتالي أنا بحسها، بستشعرها، بتخيلها. الله 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 الله.
يعني انت عايشة على تخيلات؟ لا يا فندم. وهنا التريك الجديد اللي ورا التريكات اللي قبل كده اللي قلتها لكم. عارفين ان العقل بتاعكم يشبه الكمبيوتر بالظبط، اللي بتغذوه بيه بيحصل. هتغذيه بكلمة وحشة هتحصل، هتغذيه بكلمة حلوة هتحصل. هيتبرمج ويبعت رسائل للجهاز العصبي عندك عشان تستشعر ده. يعني انت لما تقعد تسمع الفيديو بتاعي هتلاقي نفسك بتقول الله انا حاسس ان انا ريلاكست، رغم ان انا ممكن اختلف او اتفق مع رندا في حاجات، لكن انا حاسس ان انا مرتاح نفسيا شوية، كلامها مريح بيفصلني عن العالم الخارجي، كذا كذا. ممكن دي رسائل بتجيلي، الحمد لله رب العالمين. ف وده على فكرة بيخليني أشكر كل واحد متابعني ما عملش أنفولو للصفحات بتاعتي ومستني مني الجديد. لأني معظم الناس اللي لما بيشوفوا صفحة مش متفعلة بدأت فترة تاخد أجازة بيمشوا من الصفحة، لكن حقيقي ناس كتير فضلت في الصفحة مستنيين الجديد وبقوا يبعتوا لي انت فين. بقالي 3 شهور بعيدة من شهر 8. ف نرجع لموضوعنا، موضوع التخيلات. العقل بياخد الكلمات اللي انت بترددها او اللي انت بتسمعها، بيبرمجها، بيسجلها في فايل ويحطها جوه العقل عندك ويستخدمها وقت الحاجة. لما تطلع البيئة المحيطة حواليك وتبقى مناسبة للفايل ده بتطلع وبتبقى موجودة في الواقع بتاعك، وبالتالي كل اللي انت بتتخيله بيحصل. ولو ترجع للحديث القدسي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا عند ظن عبدي بي، انت اللي بتظنه الثوتس. وده بقى في الأبحاث العلمية اللي اتكلموا فيها في علم النفس. الثوتس bad thoughts أو good thoughts، negative thoughts أو positive thoughts، أفكار سلبية أو أفكار إيجابية. لو أنت دلوقتي أخدتها وحطيتها في دماغك حسب اللي أنت غذيت بيه عقلك هو اللي هيحصل، هو اللي هيحصل. فبالتالي لما سيدنا النبي بيقول اعبد الله كأنك تراه، انت بتستشعر، بتحط فايل في العقل عندك جديد. انا شايف رب العالمين، انا شايف رب العالمين كأني أرى الله، أنا أرى الله. طيب أنا ممكن أرى الله فين؟ أرى الله في أنبيائه وكلامهم، أرى الله في رحلاتهم لما ستنا مريم جت هربانة على مصر، أرى الله في سيدنا موسى لما كان كليم الله على جبل الطور، أرى الله في الأماكن الروحانية الجميلة، أرى الله عند تنفس الصبح والصبح إذا تنفس، لما تقوم من نوم الفجر وتصلي وتبص تلاقي الأشجار اللي ورايا دي الحفيف بتاعها بيروح ويجي وكأنها بتسبح بحمد الله. فأرى الله وأسمع كلام الله في التسبيحات اللي في الكون، وأنا جزء من الكون فبنسبح كلنا مع بعض. وعلى فكرة الطريقة اللي أنا بقولك عليها دي بعض من المتصوفين كانوا بيتكلموا فيها قبل كده. لما أنت تبقى جزء من الكل زي جزء من الكون كله اللي هو ماشي بطريقة معينة بيخليك تسبح في ملكوته، فبتحس إنك أنت جزء من الكل، منه وإليه. أنا من الله وإلى الله ومع الله وفي الله وبالله أعيش.